اول حاجه علشان تحاولي تبطلي او توقفي ان انا بفكر كتير قوي او اوفر ثينكينج قوي، انك تكتبي. اكتبي، اكتبي كل حاجه مضايقاكي، اكتبي كل حاجه انت شايله لها هم، اكتبي المصيبه اللي انت شايفاها مصيبه، اكتبي الموضوع اللي انت بتواجهيه، اكتبي. فلما تكتبي هتشوفي، فلما تشوفي هتتأملي، فلما تتأملي هتعرفي هي دي مشكلة هم ولا مش هم. فأول حاجة الكتابة. تاني حاجة اسألي نفسك 5 أسئلة. السؤال الأولاني: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو الموضوع ده حصل؟ لو متخانقة مثلا، علاقة حب وهنسيب بعض، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ إن إحنا هنسيب بعض؟ هموت يعني؟ لا مش هموت. طيب قلبي هيتوجع وهتكسر وهعيط وهتبهدل؟ روحي لأسوأ نتيجة. السؤال اللي بعده: طيب هي دي مصيبة؟ يعني لو النتيجة دي حصلت دي مصيبة، ولا رب الخير ما بيجيبش إلا الخير وأنا مش مدركة إن ده حاجة خير ليا، وإن في حاجة وقفت لي علشان يجي حاجة بعديها أحسن أو أحلى أو عوض من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الهم أو المصيبة اللي أنا فيها دلوقتي أو اللي هتحصل لي هي فعلا مصيبة، ولا يا ست الكل مش مصيبة وربنا بيحوش عنك كارثة سودة ممكن تحصل لك يا حبيبة قلب مامي؟ ها؟ تالت سؤال: في حد ممكن يساعدني في المشكلة دي، ولا أنا يعني فيها لوحدي؟ لان احنا دايما لما عندنا مصيبه او مشكله بقعد اتقوقع واقول لك صاحبتي مش هتحس بيا، اصل صاحبتي ما بتحبش زيي، انا سقطت وصاحبتي ناجحه، انا عملت ومش عارفه ايه. في حد دايما بيساعد. اسالي نفسك مين الحد اللي ممكن يساعدني ويقف جنبي ويطلعني من الهم او المصيبه اللي انا فيها دلوقتي او انا متخيله ان انا فيها دلوقتي. اللي بعده: في بديل؟ ها؟ في بديل؟ الحاجه اللي انا فيها دلوقتي هل ليها بديل؟ اوعي تقولي لنفسك لا، عشان كل حاجه في الدنيا دي ليها بديل ما عدا الاب والام وبس. تشد تحتيها خط، نقطه، بوان كده زي ما بيقولوا. ها؟ اسالي نفسك كده. طب خلاص انا هسيب الشغل، اترفدت من الشغل، هستقيل من الشغل، نهيت علاقه مش الطف حاجه في الدنيا، هل ليها بديل؟ اه ليها بديل. انت لازم الاجابه تقوليها لنفسك ايوه ليها بديل، لان الحقيقه بتقول ان كل حاجه في الدنيا ليها بديل. everything to be replaced ما عدا الاب والام وبس. اخر حاجه سألي نفسك 5 سؤال: طب فيها ايه لو سبتها على ربنا سبحانه وتعالى؟ فيها ايه لو سبت السيناريو او الهم او المصيبه اللي انا فيها دي، شلت ايدي طالما رفعت ايدي، طالما انا عملت اللي عليا، ها، بعد ما اكون عملت اللي عليا ورفعت ايدي وقررت ان انا هسيبها بقى ربنا سبحانه وتعالى يحلها بقى زي ما تيجي. خلاص انا بشتغل، استقلت بقى، اترفدت، اتعملت، خلاص انا بشتغل وعملت اللي عليا، هعمل ايه تاني؟ طب ما اسيبها بقى على ربنا سبحانه وتعالى. ما انا خلاص انا ست بشتغل 24 ساعه، اسيبها بقى ربنا سبحانه وتعالى. واخر حاجه بعد ما تسالي نفسك ال5 اسئله دول، اتعلمي يا حبيبتي انك زي ما عالم كده محترم بيقول، انك توقفي نفسك، ترمي ورا ظهرك، ما تفكريش كتير. يعني بما معناه مش تقطعي البطاقه قوي، بس قطعيها نصها كده. ها؟ قطعي نصها كده. الحقيقه انه دي طريقه عمليه جدا ازاي توقفي التفكير. نقطة هضيفها عليهم: إني أشغل وقتي.
اشغل وقتي لما بتحصل كارثه او مصيبه او هم، ايا ما هو كان، ايا كان هو ايه، لازم عشان اقول لنفسي ان في بديل اوجد له بديل. فالبديل ده مش لازم يكون آه مثلا مخطوبه وسبت خطيبي فاروح اتخطب تاني، لا لا، اوعي تقعي في هذا الفخ، بس اوجد له بديل املى بيه وقتي. املي وقتك، ودي الوقت شويه وقت، ادي الوقت شويه وقت وسيب الوقت هو يتصرف، عشان الوقت كفيل وجدير انه يحل او ينسي، صدقيني.